شوف غادي نعطيك واحد لاستيوس ما عمرك تبقى غادي تغلط في هاد القضية ديال حق الأسبقية. أول حاجة اش كنقول لكم ديما نحل التصويرة. عندي تصويرة فيها مثلث مقلوب، هذاك المثلث مقلوب كيتسمى علامة ديال إعطاء حق الأسبقية. لمن غادي نعطي أنا داك حق الأسبقية فاش نشوف هاديك العلامة، داك اللي جاي من اليسار وداك اللي جاي من اليمين هادو ما باقيش نناقشوها. هاديك العلامة راه بعض الخطرات كتكون تحتها واحد العلامة كتسمى العلامة التكميلية، سواء كتكون مكتوبة 150 متر، إذا من بعد 150 متر راه غادي يكون هذاك إعطاء حق الأسبقية. بحال هاد الحالة كاينة في الكخوازمون، أي زعما في تقاطع الطرق. نكملوا. وفي هذه الحالة عطيني هذا اللي جاي في الاتجاه المعاكس باش ما عمرك تغلط فيها. دخل هاد الهضرة اللي كنقول لك دخلها لعقلك. إلا كان هذاك بغى يدور على يدينا اليمين كنخليوه هو الأول يدوز، كنعطيوه حق الأسبقية. إلا كان هو باغي يدور على اليسار لا، متفقين. إذا هنايا كيقول لي باش ندور على اليسار، باش ندور انا اللي غندور على اليسار. ديما فاش تيقول لك دور على اليسار اذا انت اخر واحد غادي دوز. قال لك باش ندور على اليسار نعطي حق الاسبقيه اللي جايين من اليمينيه، اللي جايين في الاتجاه المعاكسيه، اللي جايين من اليسار. اذا الجواب الصحيح في هذا السؤال متفقين. هاد العلامة كتعلم على وجود طريق سير مسدود ولا نهاية ديال طريق السير. اشنو كتعني لنا هاد العلامة؟ باللي راه نهاية ديال طريق السير، صافي كمل خرجت منه، كنكون انا ديجا ضربتو وساليت منه وخارج دابا للطريق الوطنية. اذا الجواب الصحيح في هاد السؤال هو رقم 2. هادي الدراري راه كتحط سيغمون في الامتحان، تحطات لبزاف ديال الدراري، ردوا منها البال وردوا من صيغه السؤال. حيت بعض الخطرات كيبدلوا لكم صيغه السؤال، ما تجيش وتجاوب الله يرضي عليك، ديما تعلم تحلل السؤال. كيقول لك من بعد 500 متر غادي يكون واجب عليا نغير الاتجاه اليمين. فاش كنمشي انا لهاديك العلامه كنلقى طريق منحرف، واحد الفلاش ولا واحد السهم كيديني على يديا اليمين، وكاين من بعد 500 متر اللي هي علامه تكميليه. ولكن في الطريق اللي انا غادي فيها كاينه علامه ديال ممنوع السير في الاتجاهين. هذه كتكون في الطريق المسدوده، كتكون في الطريق اللي مثلا شي الدخله ديال شي قصار، شي تخربيقه اللي ما يمكنش ان اي واحد يدخل لها، ولا طريق مسدوده ما عليناش. اذا من بعد 500 متر غادي يكون واجب عليا نغير الاتجاه اليمين. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو رقم 1. نعم. تيقول لك ثاني السياقه بالليل بلا اضواء يمكن تعاقب عليها بالغرامه ولا بالحبس؟ بطبيعه الحال هذه زعما راه شي حاجه اللي بديهيه. الجواب الصحيح في هذا السؤال هو نعم بالغرامه، ولكن ما كتوصلش للحبس. وراه كاين واحد النص قانوني ممكن انك تستدل به لي جوندارم. الا بغيتو نقول لكم في التعليق نقول لكم. هنايا تاني كيقول لك نغير الاضواء الطريق، نغير الاضواء الطريق، نبدل بالاشاره الضوئيه، نقوم بالحصر، نشد اليمين. اشنو كاين عندي الا بغيت نحلل هاد التصويره هادي؟ واحد الطوموبيل جايه وشعل لي الفار، شعل لي ضوء ديال الطريق، وكاين عندي هنا بيكالا. اش ندير انايا؟ واش انا نشعل عليه اضواء الطريق؟ ما يمكنش. واش ننبهو باشاره ضوئيه؟ بطبيعه الحال حيت ديما التنبيه كيكون باشاره ضوئيه. واش نقوم بالحصر؟ اي زعما واش نقوم بالفرمله ولا الفران ولا نشد اليمين؟ اذا اش غادي ندير في هذه الحاله؟ الجواب الصحيح هو ننبهو بالاشارات ونشد اليمين. 2 و4.